السلام عليكم. تعالوا نعمل النهارده بقى غدا يوم الجمعة. أنا الصراحة مسمياه غدا يوم الجمعة علشان اليوم العظيم ده اللي بنتجمع فيه كلنا، وبنعمل بقى أكلة تليق باليوم ده، وكمان تحفة أكلة مطاعم صحيح، وهنعملها في البيت أحلى كمان من المطاعم، وهنعملها زي ما الكتاب بيقول زي ما بيقولوا. يلا بينا على طول. الأول جبت كيلو إلا ربع لحمة، واللحمة دي اسمها كولاطة. الكولاطة دي دايما بتبقى ناعمة قوي، وكمان الدهون اللي فيها بتبقى قليلة بس في نفس الوقت فيها دهون، وهنشفها كويس قوي من البروتين اللي فيها. يا سلام بقى لو اللحمة دي فريش تبقى تحفة. وبعد كده بقى هجيب واق او حله، وعلى نار فوق المتوسطه هحط 3 معالق زيت زيتون. انتوا لو عايزين تستخدموا سمنه او زيت على زبده براحتكم خالص. وبعد كده بقى احط القطع اللحمه انا مقطعها صغير، واحط قطعه قطعه، مش هحط كل مره واحده عشان ما بردش الزيت. واحط عليها معلقه فلفل اسود ونص معلقه من البهارات السبع حبات. هتغنيكوا عن ان انتوا تحطوا الحبهان او ورق اللورا صحيح، لان ساعات بننسى نشيلها كده ومبتبقاش ظريفه في الاكل. بعد كده بقى هقعد احمرها زي ما انتوا شايفين كده وهي نيه، بديها صدمه علشان من جوه تبقى جوسي ومن بره تبقى محمره كده وطعمها حلو قوي. وبعد كده بقى هشيلها في طبق، وفي نفس الوقت ممكن ازود معلقه زيت او معلقتين لو حسيت ان الزيت قل قوي. هحط البصل. اللحمه بتاعتي كان وزنها كيلو الا ربع، فانا هحط بصل بقى كيلو الا ربع. ما تتخضوش من الكميه دي هتبقى في الاخر احلى صوص ممكن تاكلوه. وهديها كده تشويحة يعني حوالي نص دقيقة ولا حاجة. وبعد كده بقى هحط نص واحدة كده من الفلفل الحامي. هو على فكرة مش بيخلي الأكلة سبايسي أبدا، بس بيديها تست حلو أوي، ما تقلقوش منه. وبعد كده بقى أنا عايزة بقى البصل ده يتكرمل. أعمل إيه؟ بدل ما أحط سكر حطيت جزرة مبشورة. الجزرة دي هتدي تسكيرة حلوة قوي، وهتخلي البصل يتكرمل وفي نفس الوقت قيمة غذائية أعلى. وما تقلقوش برضو مش هيبان في الأكلة في الآخر خالص. بس هنا عايزة أفكركم بعد إذنكم، لو ما اشتركتوش في قناتي يا ريت تشتركوا وتنوروني. ولو أول مرة بتشوفوني أنا أسماء بحيري، يا ريت بعد ما تشتركوا تفعلوا زر الجرس علشان أي وصفة جديدة إن شاء الله أنزلها يجيلكم إشعار بيها. وكمان ما تنسوش الشير. وبعد ما شوحت بقى كل دوت دقيقتين تلاتة، هحط بقى اللحمة، وكمان العصارة اللي بتنزل من اللحمة دي برضه هحطها. تحفة. وهقعد أقلب تقلبتين تلاتة وأغطي بقى عليه، وهدي النار خالص واسيبه بقى يستوي على مهله. بس طبعا كل شويه هبص عليه واديله تقليبتين. دلوقتي بقى هعمل العجينه. هجيب كوبايه دقيق ورشه ملح ومعلقه من الخميره الفوريه صغيره ومعلقه سكر صغيره، واقلب كل ده كويس مع بعضه. وبعدين هحط معلقه زيت زيتون، وهحضر جنبي نص كوبايه من الميه الفاتره. هحط الاول ربعها كده واشوف اذا كان العجين محتاج مني اكتر من كده هحط. المهم ان هي ما اخدتهوش كله، اتبقى منها شويه ميه صغيرين. وهقلب كويس قوي واعجن بقى مش اقل من 3 4 دقايق. طبعًا لإن أنا باعشق العجين، فأنا عملتها. لو أنتم بقى مش عايزين ومستتقلين موضوع العجين أوي، ممكن بس تغطوا الطاجن بعد كده بورق فويل بدل العجين، بس هيفوتكم حاجة مهمة جدًا في الأكل وهاقول لكم عليها في الآخر. وهاغطيها بقى واسيبها تخمر على مهلها، يكون حتى على الأقل اللحمة استوت. هابُص على اللحمة بقى لسه ما استوتش، بس حسيت إن هي محتاجة شوية مَيّة. هاحط لها مَيّة بس تكون بتغلي، أهم حاجة مَيّة سخنة جدًا، يعني حوالي ربع كوباية كده. وأقلب برضه وأروح مغطية عليها تاني واسيبها تكمل سواها. هي أخدت مني ساعة بالظبط على ما استوت، وعملت الموضوع ده حوالي مرتين تلاتة علشان توصل بالمنظر ده. بعد كده بقى هحط الملح اللي هي معلقة ملح علشان خاطر أحدقها، أنا ما حطيتش الملح من الأول. وبعد كده بقى هعمل حركة بالنسبة لي مهمة جدا، وهي بطاطسيتين أقطعهم مكعبات كده وأحطهم مع الأكل عشان تبقى أكلة متكاملة بقى. مش هعمل جنبها غير شوية رز وطبق سلطة وانتهينا. وهي علشان مكعبات صغيرة مش هتاخد معانا أكتر من ربع ساعة سوا. بعد كده هتبقى جاهزة معانا واللحمة دايبة وتحفة. شايفين؟ وفين البصل والجزر بقى؟ مش باينين خالص، يعني هم عملوا صوص وشكرا على كده. بعد كده بقى احطهم في الطاجنين دول. انا كان عندي طاجن كبير وطاجن صغير بصراحه، والكميه كانت كبيره قوي على الطاجن الكبير ده، فرحت اسمهم كده نصين. وبعدين سويتهم زي ما انتم شايفين. مش قادره اقول لكم بقى الريحه فظيعه يا جماعه، فظيعه. هنشوف بقى العجين بتاعنا اخباره ايه. خمر وزي الفل. همسك بقى حتة العجينة دي واقطعها، يعني مش نصين، يعني واحدة صغيرة كده للطاجن الصغير وواحدة للطاجن الكبير. دي بقى عايزة اقول لكم طبقة العيش اللي بتبقى على الوش دي اول حاجة بتكمر الطاجن، وبتخلي مفيش اي بخار مية يطلع، فيبقى طعمه احلى واحلى. يعني اهالينا زمان كانوا دايما بيعملوا الحاجات دي، وعشان كده طعم الاكل بتاعهم كان بيطلع حلو قوي. تاني حاجة بقى طبقة العيش دي بتاخد من بخار المية طعم حلو قوي كده من اللي بيطلع من اللحمة. عايزة اقول لكم ان احنا كلنا بنتخانق على طبقة العيش دي، يعني بتتاكل اكتر حاجة في الموضوع كله يعني.
حطيت بقى على الطاجنين زي ما انتم شايفين كده وقفلتهم كويس قوي، اهم حاجه تتكوا عليهم جامد جدا. وبعد كده بقى يعني مثلا شويه حليب عليه ربع معلقه نسكافيه او حاجه، وتدهنوا الوش علشان بس اولا يحمر. تاني حاجه لما احط عليهم بقى سمسم او حبه البركه يلزقوا كده فيه، ويبقى شكله حاجه كده زي بتاعه المطاعم واحلى كمان. واحطهم في الفرن مش هياخدوا اكتر من 10 دقايق ربع ساعة على درجة حرارة 200 لحد ما العيش كده يستوي، وهي اصلا الاكلة كلها مستوية. بس حاجة كده طعمها يجنن وشكلها حلو قوي، وحاجة كده تليق بيوم الجمعة ولمة يوم الجمعة الجميلة. والبطاطس يا جماعة مش قادرة اقول لكم طعمه قد ايه، واخدة بقى من طعامة الطاجن ده حاجة كده روعة. العيش بقى انا يعني بجد مبهورة بالعيش. يا رب تكون عجبتكم وتكون سهلة، واتمنى تجربوها وكمان تقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات، ولو عجبتكم يا ريت تبعتوها لكل حبايبكم، وما تنسوش اللايك. والف الف هنا وشفا على قلوبكم. السلام عليكم.